مساء الفل عليكم. بكل روح رياضية، بدون أي ضغينة، بدون أي مصلحة، بدون أي تطبيل، بدون أي مجاملة، لازم أطلع النهاردة وهني النادي الأهلي وهني جماهير النادي الأهلي المحترمة بفوزهم بالدوري رقم 44 المستحق عن جدارة واستحقاق. لأن مفيش حد في الدوري اللي موجود بتاعنا ال 18 فرقة ولا فرقة تستحق إنك تكون بطل الدوري عن جدارة واستحقاق وعملت العلامة الكاملة على مدار المباريات كاملة سوى النادي الأهلي. أي كلام وأي تطبيل وأي تقليل وأي هجوم مني إن حد يهاجم النادي الأهلي ويقول لك ده منظومة فاسدة وكسب الدوري بالتحكيم وكسب الدوري بالمجاملات وكسب الدوري بالتعريض وكسب الدوري بتشكيل الماتشات على حسب الأهواء، كل الكلام دوت ده انا في وجهة نظري ده قصر دير يزعر. لانك انت معرفتش انك تكون فرقة محترمة تعرف تنافس بيها وتعرف ان يكون عندك نفس طويل وتعرف انك تستحمل كل العواقب اللي بتحصل، تعرف انك تقابل كل المشاكل على مدار موسم كامل بقالك سنة بتلعب، تعرف انك تتضغط في مباريات وكل 3 ايام تلعب مباراة، تعرف انك يكون عندك منافسات تانية تبدأ تكون مركز فيها وانت خارج بره نطاق تركيز الدوري، وترجع بعد ما تنسى الدوري وتنسى منافساته وتنسى كل شيء ترجع ان انت تاني تركز فيه وتركز بنفس الاداء وتركز انك تكون ثابت على المستوى وتعمل ارقام محدش يعرف يحققها ولا سنين جايه قدام. يعني انت وصلت لمرحله ان انت 17 فوز متتالي ما كانش حد عملها غير مانويل جوزيه. يرجع بيك الزمن تاني ويجي كولر عشان ما يعملش 17 يعمل 20 فوز متتالي. لك ان تتخيل ان فرقه بتفوز 20 فوز متتالي على مدار الدوري ومع ذلك بيقول لك ما يستحقش الدوري. لك ان تتخيل ان فرقه تحقق اعلى واقوى هجوم في الدوري يقول لك ما تستحقش الدوري. لك ان تتخيل ان يكون اقوى دفاع ويقول لك ما يستحقش الدوري. لك ان تتخيل ان هو عنده لعيبه كلها سوبر ولعيبه كلها ما تفرقش الاساسي عن الاحتياطي ويقول لك ما يستحقش الدوري. لك ان تتخيل ان يكون هداف الدوري من عندهم ويقول لك ما يستحقش الدوري. حاجات كتير جدا هو عملها ويقول لك ما يستحقش الدوري. عنده انضباط وعنده التزام على مدار الموسم كامل، مين لاعب اساسي مين لاعب احتياطي مين حارس الاساسي مين الحارس اللي مش اساسي، ومع ذلك يقول لك ما يستحقش يكون بطل الدوري. ما في وجهة نظرك مين يستحق يكون بطل الدوري غير النادي الاهلي؟ غير النادي الاهلي. هترجع تقول لي اصل هو اتشكل له ماتشات فاركو والداخليه وطلائع الجيش ولم 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 ولم. طب ما الراجل اتضغط على مدار شهرين بيطحن ماتشات كل 3 ايام مباراه، كل 3 ايام مباراه، ومع ذلك فازهم كلهم. يا ريته كعبل خسر وقع نقط، بالعكس ده فاز كل الماتشات وانهى الدوري قبل نهايه الدوري ب3 جولات. يعني بعد كل الطحنه اللي هو فيه ده كده خلص الدوري ب3 جولات. بلاش راح قابل المنافس اللي انت قلت عليه، المنافس اللي واقف على رجله المستقر ماديا اللي بيمتلك لعيبه على اعلى مستوى وهي فرقه بيراميدز وغرابها رايح جاي. عايز اكتر من كده تاني؟ قابل نادي الزمالك، قابل اول مباراه خسر وما كانش بيلعب فرقته الاساسيه والفرقه الماتش الثاني كان جاهز وعلى تم الاستعداد والزمالك هرب من مواجهته. كل الفرق الكبيره غلبها. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني عشان تقول ان هو ما يستحقش الدوري؟ عندك سبب مقنع تاني تقول ان هو ما يستحقش الدوري؟ طب بلاش. على مدار اخر 10 مواسم فاز النادي الاهلي ب7 بطولات دوري، 7 بطولات دوري، وخد نادي الزمالك 3 بطولات دوري، فبالتالي هو صاحب اليد الاعلى في البطولات. ادي واحد صديقي اسمه محمد زهران بيشتمني، هو صديقي وعشرة العمر، بس هو برضه هو زملكاوي زيي وبرضه متعصب زيي، لكن هو ده الفكر، هو دماغه قفش على كده. يا عم حماده، يا عم حماده خلينا نشوف النقاط الايجابيه اللي هم عملوها ونقلدهم ونكون زيهم. انت ما عندكش فرقه خالص موجوده، احنا ما عندناش فرقه ولا عندنا لعيبه وعندنا محترفين تعبانين وعندنا لعيبه زي سامسون هرب وسابك شهر ونزلت لعبته في الماتشين اللي فاتوا. حاجه في منتهى العار يا حماده. ما تخليش ان الدنيا كلها تنسيك وتخليك انت مركز
عارف انت في الوقت ده احنا الاحسن لينا نلتزم الصمت، صمت. لكن هتخش تقلل وتقول لك بيكسب بالحكام وبيكسب بكذا. يا باشا هو طول الموسم بيكسب بالحكام؟ طول الموسم بيتجامل؟ استحاله يكون يعني الجامل ماتش 2 3 10 15 كله بيتجامل. صعب قوي الجامل مباراه، ما انت بتتجامل احنا كمان بنتجامل. يعني انت اتجاملت وانا اتجاملت، كله بيتجامل. وبيراميدز اتجامل، بيراميدز وماتش سيراميكا كان جون سليم اول سيراميكا واتجامل. الكل بيتجامل. انت عندك منظومه التحكيم فاشله اصلا. لكن ما تقنعنيش ان هو ده السبب في فوزه بالدوري، ما تقنعنيش. هو الاحق بالدوري على ارض الواقع، وانا لازم اطلع بشجاعه اقول له مبروك بروح كله روح رياضيه بدون اي غل. مبروك. هل هو ممكن الاهلاويه يقابلوني بعد كده لما الزمالك ياخد الدوري ويقول لي مبروك؟ يقول ما يقولش ما يقولش. كل واحد بيعمل باللي دخله. وزي ما في ناس اهلاويه وحشين وزي ما في زملكاويه وحشين، في اهلاويه حلوين وفي زملكاويه حلوين. خلينا بس كده على صراحه. لكن احنا النهارده بنتكلم كوره بعيد عن الانتماء، بعيد عن اي شيء. اللي يستحق ان يكون بطل الدوري هو النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي تعرض لكميه ضغط مباريات على مدار سنه كامله، بيتضغط مباريات وما بيتكلمش، اتاجل له ماتشات، اتاجل للزمالك نفس الماتشات. النهارده الاهلي والزمالك بيلعبوا الاثنين نفس عدد المباريات، وانت ما لعبتش بنفس عدد المباريات بتاعته. حصل ولا ما حصلش؟ حصل ولا ما حصلش؟ ناقشني كده كوره. حصل ولا ما حصلش؟ نادي الزمالك لعب 32 مباراه، الاهلي لعب 31 مباراه في نفس الوقت اهو، في نفس الوقت. ومع ذلك انت كنت بتكح تراب الفتره اللي فاتت. انت خلاص انت طالع من موسم سيء من ايام عصر مرتضى منصور مع مجلس حسين لبيب، كل الزمالك قرف ومشاكل ونيله وزفت. لكن مين يستحق ان يكون بطل الدوري؟ هو النادي الاهلي. فبالتالي اي تقليل منه واحنا نخش في التحكيم ونخش في الكلام ونخش في الكلام ده كلام كله ماسخ. عندك لعيب زي قفشه، لعيب السالك، ابو قلب ابيض. كلنا شفنا لقاء مع ابراهيم فايق، ابيض نجم صاحب. كل لما ينزل جاب قضيه في بيراميدز، قضيه في الزمالك، قضيه النهارده، كل الكلام ده. ومع ذلك اللعيب ده على الدكه ما بيلعبش، واما بينزل وبيهدف وكده. سمعت عن مشكله؟ سمعت عن حوار كهربا؟ سمعت عن مشكله؟ سمعت عن فيش. مودست جه، مودست مشى عادي. اليو دانجي موجود مشى عادي. شوبير كان متالق مشى، جه الشناوي عادي. كل الكلام عندهم عادي. فدي منظومه ناجحه، سياسات ماشيه على التخين قبل الرفيع. فبالتالي هم بيجنوا نتيجه النجاحات ان هو يوصل ان يكون بطل الدوري ل 44 على مدار المواسم الاخيره. 44 دوري واحنا لسه في ال 14. احنا في مستنقع البريمه زي ما بيقولوا يعني. فبالتالي سيب الغل على جنب، سيب كل اي احجاط على جنب، سيب كل الكلام دوت. خليك ركز في ايجابياتنا، ان احنا نكون نبني على اللي جاي. اللي فات زفت. كلنا احنا كزملكاويه لا طايقين الزمالك ولا متابعين الزمالك ولا فارق معانا الزمالك في الفتره الحاليه. كلنا قرفانين من الزمالك، لان الزمالك لا يسر عدو ولا حبيب، كلها لعيبه مقرنه بحاجه اسمها زمالك. لكن على امل ان احنا ننهي الموسم دوت ونبدا نجيب صفقات محترمه، نبدا نمشي اللعيبه السكارته اللي عندنا، نبدا نكون منافس حقيقي للنادي الاهلي. لان ما حدش يزعل، وكلام موجه للاهلاويه، ما يقدر على الاهلي غير الزمالك. ما تزعلش مني. بالرغم من كل يعني التفوق الكاسح للنادي الاهلي، لكن انت اسال اي اهلاوي سيظل المنافس التقليدي والغريمي للنادي الاهلي هو الزمالك. ماتشات الاهلي والزمالك ملهاش مقياس. ممكن الاهلي في عز التفوق والزمالك وحش، تلاقي الزمالك بيغلب والعكس. فهم الاثنين اللي عندهم ثقافه المنافسه، هم اللي عندهم ثقافه ان هم يلعبوا مع بعض، هم اللي عندهم ثقافه النفس الطويل. لكن انت ظروفك بقى مش هنقعد نتكلم على النصب ومفيش سياسه وكل اللعيبه بتيجي تركب النادي وقصص كبيره مش عايزين ندخل فيها. لكن الزمالك لما يقف على رجله هيبقى منافس حقيقي فعلا للنادي الاهلي. لكن لما يجي الوقت اللي يكون النادي الاهلي فيه هو بطل الدوري، اطلع اقول له مبروك. مبروك لانك تستحق انك تكون بطل الدوري، مش من ماتش سموحه، من 20 ماتش قبل كده، من انك لاعب 31 مباراه كسبان منهم 26 مباراه. انت عايز اكتر من كده؟ 26 مباراه كسبان